السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهنتكلم يا جماعة دلوقتي عن جوائز الأفضل في أفريقيا، والأهلي اللي امبارح سيطر على كل الجوائز. الأهلي امبارح يا جماعة كان الكاف بيبروز إنجازاته بأفضل نادي في أفريقيا، وبيرسي تاو أفضل لاعب في أفريقيا، وهدف محمود كهربا في الهلال افضل هدف في البطوله. انا يا جماعه وانا كنت قاعد بتفرج كده على حفله الجوائز، انا مستغرب من الحفله دي. مش ان الاهلي كسب 3 بطولات، ده شيء متوقع. انا عارف ان الاهلي هياخد اكبر كم جوائز من البطوله دي. انا اللي مستغربه يا جماعه ان جماهير النادي الاهلي تقول لك ايه، ازاي كولر ما يكسبش افضل مدرب في القاره. عايز اقول لهم كمان، يعني انتوا مش عاجبكم الثلاث جوائز وافضل نادي وافضل لاعب وافضل هدف، كمان مضايقكم ان كولر ما خدش افضل مدرب في افريقيا؟ يا جماعه راعوا شعورنا شويه، يا جماعه راعوا شعور ان في ناس بتحلم اصلا تخش التصنيف ده. انا كزملكاوي اتمنى حتى يعني حد من فرقتي او اسم النادي بتاعي يعدي كده ولو صدفه. يعني يا جماعه اعتبرونا موجودين في السوق، اعتبرونا موجودين معاكم. والله يا جماعه بستغرب من عقليه كمان النادي الاهلي. عايز اقول لك يا رب انا يبقى عندي ربع عقليتهم. فريق مسيطر على جوائز افضل في افريقيا، ومع ذلك تبص الناحيه الثانيه الجماهير متضايقه من الفريق، اللي هو يعني مش فاهم انتوا عايزين ايه. يعني انا مش فاهم انتوا عايزين توصلوا لايه. بامانه والله يا جماعه انا مش فاهم الجماهير النادي الاهلي عايز يوصل لفين. جماهير النادي الاهلي زعلانه على كولر، زعلانه على الشناوي، زعلانه على بطوله السوبر ليج، وهم اصلا محققين انجازات مفيش فريق هيوصل لها. انا ببص على اراء بعض الاهلاويه، بقول لهم يا جماعه انتوا متضايقين من الجوائز دي بس؟ يعني انتوا متضايقين ان انتوا ايه، خدتوا 3 4 جوائز بس؟ يا جماعه عايز اقول لكم في فريق بيحلم بس يخش الحفله دي، مش هقول لك ياخد جايزه، يخش الحفله دي. يعني انتوا قبليها من يومين 3 مش عارف الفيفا بتقول لك الاهلي الرابع على العالم بعد الانتر وبعد ريال مدريد تقريبا وبعد برشلونه. يعني انتوا ايه؟ يعني انتوا مش كفايه الكاف بتكرمكم، لا الفيفا بتكرمكم. الاثنين بيعلقوا على بعض، الاثنين لما يعوزوا ايه يجيبوا اي فريق يتفخروا بيه بيجيبوا الاهلي. في افريقيا اي فريق كده ايه الاهلي. يعني حتى الفيفا حطاه في مركز رابع. يعني الفيفا العالميه اللي المفروض ان هي ما فيهاش واسطه على حسب الناس. في ناس ايه تقول لك ايه، الفيفا بتطبل للاهلي. يعني مش فاهم ازاي الفيفا بتطبل للاهلي وتعاند الزمالك مثلا تخلي الاهلي هو اللي فوق. بصوا يا جماعه، طول ما احنا بنفكر بالعقليه دي هنفضل زي ما احنا كده. يا ريت نبص لهم هم. يعني الاهلي السنه اللي فاتت كسب 5 بطولات وخسر السوبر الافريقي من العاصمه. الجماهير قلبت على كوره لسه واخد 5 ارقام من شويه، وزعلانين منه وقلبوا عليه عشان خسر السوبر الافريقي. ولما خسر السوبر ليج بيقول له امشي. يعني بيقول له امشي. انت متخيل معايا؟ يعني المدرب قاعد مع نفسه يقول لك انا اعمل لهم ايه؟ ده انا واخد لهم 5 بطولات في 10 شهور ومش عاجبهم. يعني يا جماعه عقليه الجماهير دي هي اللي تتحكم في الفريق، هي اللي بتخلي النادي الاهلي فوق. عقليه الجماهير دي هي اللي بتخلي النادي الاهلي مهما يحقق انجاز، اللي هو ده العادي بتاعنا يا باشا، احنا عايزين الثاني الثالث الرابع. لو انت حققت لي 5 بطولات وخسرت بطوله قلب عليك وامشي. عشان كده يا جماعه، عشان كده كل مدرب اجنبي يجي يقول لك انا مش عارف اتعامل مع الجماهير، انا دماغي مش عارف توصل للجماهير، ان انا احقق لهم 3 4 بطولات ويقول لي لا انا عايز ال5 يا اما تمشي. حتى الكوره طلع من فتره يقول لك ايه، انا اكتر مشكله بواجهها في النادي الاهلي وهي ان هم عايزين يفوزوا في كل ماتش كل بطوله. ما عندهمش هم مبدا التعادل ولا الخساره، هو الفوز بعدين فوز بعدين فوز بعدين بطوله، يا اما كده يا اما تمشي. عشان كده يا جماعه كل المدربين الاجانب بيعانوا. يقول لك ايه، اكتر نادي فيه ضغوط في العالم الاهلي عايز يكسب كل ماتش ويكسب كل بطوله والاداء يبقى حلو، اللي هو عايز كل حاجه صح. ولكن يا جماعه اللي الكاف عمله امبارح ده هو بيتوج انجازات النادي الاهلي. يعني انت ايه افضل نادي؟ الاهلي. افضل هدف؟ الاهلي. انا ابص الناحيه الثانيه يقول لك ايه، ابن الكاف المدلل. الاهلي ابن الكاف ولازم نجامله. يا جماعه لازم نجامله يا جماعه. طول ما احنا حاطين المبرر ده في دماغنا، طول ما احنا بنفشل يقول لك ايه، ابن الكاف المدلل. الاهلي مش عارف اتحاد الكوره بيطبل له. طول ما احنا الافكار دي في دماغنا هنفشل وايه، ولينا مبررات اللي هو يا باشا ايه، عادي يا باشا غلطت، عادي يا باشا خسرت. ما هو الاهلي ابن الكاف المدلل، الاهلي ابن اتحاد الكوره، الاهلي ابن الفيفا. يعني مش عارف الاهلي هيبقى ايه تاني. انا بس كل اتمنى يا جماعه ان احنا نغير العقليه دي من عندنا. يا ريت بس ايه نشيل حته المؤامرات والكلام ده، عشان احنا طول ما بنفكر في الحاجات دي فاحنا طول ما بنفشل لينا مبررات. لكن النادي الاهلي ما بيحطش حوار المؤامرات ده في دماغه. النادي الاهلي عارف الطريق ازاي وبيمشي عليه، ملوش دعوه باي حاجه. ما بيحطش المباريات دي في دماغه، عشان كده بيكسبوا. عشان كده يا جماعه الجماهير عندها ثقافه الفوز بس، عندها ثقافه البطولات بس، عندها ثقافه ان انت لو عملت اداء وحش وكسبت لي لا ده انا هاجمك واقلب الدنيا لو كسبت وعملت اداء وحش. لكن احنا عندنا لما بنكسب ماتش بس يا باشا الحمد لله كويس ان احنا كسبنا، كتر خير الدنيا ان احنا كسبنا. يا جماعه في الاول وفي الاخر الاهلي مش عارف والله اقول كلمه توصف الاهلي، لان الاهلي يقول لك ايه، بابا الشغلانه نايم مش جايه معاه سكه، سيد افريقيا مش عارف غول افريقيا. الاهلي عليه ارقام كتيره من كتر انجازاته بتخلي الناس كلها تتحرج تتكلم عليه وحش. انا كزملكاوي فرحان باللي الاهلي وصل له، عشان برضه يا جماعه في الاول وفي الاخر لو انت فكرت اسمه النادي الاهلي المصري. المصري دي حط تحتيها 3000 خط.
في الاول وفي الاخر بيرفع اسم مصر في الجوائز، بيرفع اسم مصر في الفيفا. لازم يا جماعه نديله حقه. مش عيب ان انت تحترف ان هو ناجح، العيب ان انت العيب ان انت تشوف النجاح وتطلع حاجه فاشله. المدلل، الناس بتساعده، كل الدنيا بتساعده. فكر بس بالعقل. في الاول وفي الاخر والله انا بستغرب جماهير النادي الاهلي. جماهير النادي الاهلي ما بيعجبهاش العجب، بمعنى الكلمه ما بيعجبهاش العجب. انا عايز الفوز، البطولات، الاداء، ثبات على المستوى. اول ماتش في الدوري عايز اداء زي اخر ماتش في الدوري. ولكن يا جماعه في الاخر ده الاهلي فعلا يا جماعه، الاهلي يا جماعه فعلا في اي حته بيبقى مسيطر، وبيبقى اللي هو بيبقى فارق جدا عن اي منافسين. فرجاء اخير كده بنوقف الفيديو بعد اذن الاهلاويه، راعوا شعور الانديه الثانيه يا جماعه. مش هتكلم اكتر من كده. بس كده يا جماعه، في الاول وفي الاخر ده قرار شخصي واحد دلوقتي، القناه مفتوحه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.